السلام عليكم. اسمع الكلام. من المحزن أن ترى ريال مدريد يحاولون، لكن الأسوأ أن ترى برشلونة لا يبذل مجهود ويكسبهم كل مرة 4 كلاسيكو. هذا الموسم يبدو أن برشلونة أصبح يدرس مادة اسمها طريقة إهانة ريال صواني. لامين يامال الصغير ما زالت على مقاعد الدراسة. كانوا في الموسم الماضي يضحكون ويقولون هذا طفل، اليوم صار يمشي وسط دفاعاتهم وكأنهم مجموعة أقماع تدريب. شو أقماع تدريب؟ لم أرى لاعبا بعمر 16 سنة يا صديقي يضع نادي بحجم ريال صواني في وضعية صمت تام أمام العالم. فريق ريال دخل المباراة كأنها نهائي وخرجوا منها كأنهم لعبوا ضد كتيبة فضائية اسمها برشلونة. إذا لم تكن تحب برشلونة فعلى الأقل احترم الفريق الذي قضى على كبريائك هذا الموسم 4 مرات. برشلونة لا يحتفل بالفوز على مدريد لأنه ببساطة صار الأمر عادة أسبوعية. هذا هو برشلونة يا سادة، كابوس مدريد الذي لا ينتهي. أنت تفوز على العالم ونحن هنا في أسبانيا نسحقك ونناولك صينية.